في عرض اكستريم رولز 2022، العرض اللي مش هينساه كل جمهور المصارعة. عودة من أفضل العودات في تاريخ WWE كلها. عودة المظلم براي وايت إلى الحلبة من تاني إلى WWE بعد ما انطرد من أكتر من سنة. رجع براي وايت WWE، وكان يعني راجع ومبهور من الأداء اللي الجمهور يعني والتشجيعات والحماس كله اللي الجمهور كان مديهوله. ويعني بدأ كلامه وقال إن هو ما كانش مصدق إن الجمهور هيتفاعل معاه كل التفاعل ده بعد غيابه كل الفترة دي، وإن هو كان مفكر إن الجمهور مش هيبقى حبه وهيستقبله استقبال وحش، ولكن هو انبهر بالاستقبال بتاع الجمهور ده. من ضمن عودة براي وايت ظهر معاه فريق الوايت 6، وكانوا 6 أشكال مختلفة. الأربع أشكال اللي قدامكم دول، والشكل الخامس بتاعهم وهو ذا فيند كان راجع مستقل بعيدا عن براي وايت. معنى كده ان براي وايت مش هيرجع بشخصية ذا فيند تاني، وهيرجع بشخصية تانية، والدليل ان احنا شفناه بقناع مختلف لحظة دخوله. ظهر برضو القناع الغريب ده على طاولة التعليق امام مايكل كول، والقناع ده هو قناع ذا فيند اللي حرقه راندي اورتن في اخر ماتش بينهم، وكانت الدنيا ماشية تمام لحد هنا. تعالوا نشوف مين هم اعضاء الفريق ده اللي كان متخطط لهم زمان. كل دي توقعات كانت زمان. إن الخنزير ده إيريك روين، وشخصية سيستر أباجيل لليف مورجان، وذا فيند هو بو دالاس، والأرنب هو سنتر، وجو جيسي هو الغراب. وبالنسبة لشخصية الأرنب أتمنى أكون نطقت اسم المصارع صح، لأن المصارع ده أصلا مش عارف هو منين. برضو بعض التوقعات كانت بتقول إن الخنزير هو جو جيسي، بالإضافة إلى شخصية براي وايت، وسيستر أبيجيل هي ليف مورجان، وكتر لوميس هو ذا فيند، وبو دالاس هو الأرنب، وطبعا جراسون هولر هو الغراب. وكان فيه برضو كلام على إن بارون كوربن هيكون الغراب، و إيريك روين هيكون الأرنب. فأنا بالنسبة لي التوقعات دي كانت جامدة، وكانت ممكن تحصل فعلا. بعد كده بنتفاجئ بإن شخص جديد بيظهر، وهو أنكل هاودي مع براي وايت، ومش عارفين في الوقت ده كان ضده ولا لأ، وكان بيهجم على مصارعين وليه سيناريوهات برضه خاصة زي بوبي لاشلي والعداوة اللي حصلت بينهم. وطبعا العم هاودي كان ضد أو مع براي وايت. طبعا الخبر اللي مش هينساه كل جمهور المصارعة وهو وفاة العظيم براي وايت ويندام روتاندو. وطبعا الخبر ده زعل ناس كتيرة جدا من ال WWE ومن عشاقه. بعد كده ظهر QR كودز في العروض الأسبوعية لرو سماك داون، وبدأ الناس تعمل سكان، وعرفوا إن العم هودا راجع، وراجع بفريق الوايت 6. وبعد كده في الرو اللي بعد كلاش ظهر أجمد دخول للعم هودي بعد غياب شهور كتيرة جدا بعد وفاة براي وايت. وطبعا الدخول ده كان جمدان، ومن أجمد الدخلات في ماندي نايترو ظهور العم هاودي مع فريق الوايت 6 في الرو. وطبعا العرض كان جامد وما قلكمش، وانتهى العرض بانه بيقول we are here، وبس كده انتهى العرض ده. بعد كده طبعا ظهر تشات جيبل طبعا في المذبحة اللي كان عاملها العم هاودي، ومنها عرفنا ان هيكون في عداوة بينهم. وطبعا العداوة دي قليلة جدا بالنسبة للعم هاودي. بعد كده في الرول اللي بعده ظهرت سيستر أباجيل لتشات جيبل، وطبعا خاف تشات جيبل وهرب، وده كان أول ظهور ليهم على تشات جيبل. ومن هنا بدأنا نعرف بجد إن العداوة بينهم هتكون أكيدة. بعد كده تشات جيبل كان بيلاعب جاي أوسو بعد ماني إن ذا بانك. فبعد كده الدنيا ضلمت، وظهروا ليه طبعا كريت براذر، والعم هاودي عمل واحدة سيستر أبيجيل جامدة جدا لتشات جيبل، وده كان أول ظهور ليه على الحلبة. وفي الرو ده ظهروا لتشات جيبل، وظهروا عند باب القاعة التلاتة الأجمد: جو جيسي، إيريك روين، وديكستر لوميس، والأول مرة خلعوا القناع. وطبعا بعد كده سيستر أبيجيل هجمت عليهم، وطبعا هم هجموا عليهم ودمروهم.
طبعا الفقرة كانت جامدة جدا على كده، وبعد كده ظهر العم عودي وضحك. بس كده انتهى فيديو النهاردة، قصة الوايت سيكس من أول ما بدأوا لغاية ما انتهوا في آخر رو. وأكيد طبعا القصة لا تكملها، متنساش لايك واشتراك وسلام.